لو كنت فاكر ان بلاي ستيشن بورتال ملوش لازمه من غير بلاي ستيشن 5، فخليني اقول لك ان التحديث الجديد هيغير كل حاجه. هنشوف مع بعض دلوقتي كل المميزات الجديده من يوم ما تم الاعلان عن بلاي ستيشن بورتال، وكان دايما من الصعب انك ترشحه لاي حد ما عندوش جهاز بلاي ستيشن 5. فالجهاز كان جاي بامكانيات قويه، ولكن مشكلة كانت في انه ملوش فايدة حقيقية لو ما عندكش جهاز بلاي ستيشن متوصل باستمرار بالانترنت طول ما انت بتلعب على جهاز البورتال. ومن يوم ما تم الاعلان عن بلاي ستيشن بورتال كان من الصعب جدا انك ترشح بلاي ستيشن بورتال لاي حد ما عندوش جهاز بلاي ستيشن اصلا. فبالرغم من ان الجهاز نفسه فيه مميزات قويه زي الهابتيك فيدباك هيخليك تحس بتفاصيل كل حركه في اللعبه، والادابتيف تريجرز اللي بتديلك استجابه ديناميكيه وبتضيف واقعيه لكل ضغطه زرار، والسماعات المدمجه اللي بتديلك تجربه صوت ممتازه عشان تعزز تجربه اللعب، والتاتش باد اللي اتحاكت على شاشه اللمس لجهاز البورتال عشان تديك نفس الوظائف، والموشن سنسور اللي بيقدم لك تحكم ادق وحركات اسهل في اللعب، غير الشاشه اللي تعتبر من افضل الشاشات اللي موجوده حاليا على اي جهاز محمول. ولكن المشكله كانت ان الجهاز ده ملوش اي فايده لو ما عندكش جهاز بلاي ستيشن 5، وده خلاه اختيار مش منطقي لكتير من الناس. فدلوقتي الموضوع اختلف تماما، فسوني قررت تغير قواعد اللعبه ونزلت تحديث جديد لجهاز بلاي ستيشن بورتال هيخليه جهاز العاب مستقل تماما. فمن النهارده تقدر تلعب على جهاز بلاي ستيشن بورتال من غير ما يكون عندك جهاز بلاي ستيشن 5. فمن النهارده تقدر تستمتع بمجموعه كبيره من العاب بلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن 5 من غير ما تحتاج انك تشتري جهاز بلاي ستيشن 5. فتابع الفيديو ده للاخر عشان تعرف كل التفاصيل. ازيكم يا شباب، معاكم ضياء، والنهارده هنعمل انبوكسنج سريع لجهاز بلاي ستيشن بورتال 30th Anniversary Edition، وهنشوف مع بعض ازاي نقدر نعمل تحديث لجهاز البلاي ستيشن بورتال ونفعل خاصيه الكلاود ستريمينجز عشان نقدر نلعب على الجهاز من غير ما نحتاج ان احنا نشغل بلاي ستيشن 5. طيب يا شباب، اول حاجه هنلاحظها على الصندوق انه مختلف تماما عن الاصدار العادي، وعلى اليمين شعار بلاي ستيشن الاصلي، ومن الشمال ليميتد اديشن، وجايب شكل والوان صندوق بلاي ستيشن 1. الجهاز زي ما ظاهر في الصورة جاي باللون الرمادي زي بلاي ستيشن 1 بمناسبة مرور 30 سنة على البلاي ستيشن. ومن الخلف هنلاقي الجهاز عليه صورة بلاي ستيشن سليم الإصدار المحدود نسخة 30 سنة مع جهاز البورتال، وعلى الشمال من فوق عليه شعار 30th Anniversary Edition. ويلا بينا نفتح البوكس، واول حاجه هنلاحظها ان البوكس من جوه مطبوع عليه ايقونات لجميع منتجات بلاي ستيشن على مدار ال 30 سنه اللي فاتت. من جوه بوكس رمادي عليه شعارات صغيره عباره عن نقوشات مثلث 3 دايره اكس مربع، ومن فوق عليه شعار 30th Anniversary Edition، ومن الجنب عليه الشعار الايقوني مثلث 3 دايره اكس مربع. اول ما نفتح العلبه هنلاقي كابل التايب سي للشحن باللون الرمادي وعليه شعارات ال 30th Anniversary Edition. بعدين الجهاز متغلف باللون الرمادي زي ما انت شايف، واول ما نشيل الغلاف هنلاحظ الجهاز شكله جميل جدا باللون الرمادي والشعار الاو جي او الشعار الاصلي. بجد حاجه روعه، خاصه الستيكر اللي جاي على الشاشه شكله جميل جدا. هنلاقي الزراير اللي بلون كنترولر بلاي ستيشن 1، ومن الخلف عليه 30th Anniversary Edition، ودي الزراير الخلفيه اللي بتدعم الهابتيك فيدباك، زراير الصوت، زرار الباور، ده زرار اللينك عشان تشبك سماعة وايرلس، وهنلاحظ حتى المسكة عليها الشعارات، وده مدخل سماعة سلكية ومدخل شحن تايب سي. وأول حاجة المفروض نعملها هنا وده اختياري نركب سكرين بروتكتور للجهاز عشان الشاشة ما تتخدش. وممكن تشتري له هارد كيس زي دي لو هتاخده معاك في الشنطة أو في أي مكان، فمش هتقلق إن ممكن يحصل له أي ضرر طالما موجود في الشنطة دي. ممكن تخزن فيها كابلات بالشكل ده، كمان في حماية إضافية للشاشة من جوه زي ما انت شايف عشان ما تقلقش على الجهاز لو خدته معاك في أي مكان. ودي الطريقة اللي ممكن توصل بيها السماعة الوايرلس، وللأسف يدعم البالس اكسبلور من بلاي ستيشن والبالس إليت فقط. وممكن توصل سماعة سلكية من تحت بالشكل ده. وعشان تفعل الميزة دي فمحتاج تعمل الخطوات اللي هوريها لك دلوقتي. فأول حاجة هتروح على السيتنجز، وبعدين على سيستم، تختار ديفايس انفورميشن، وتشوف من سيستم سوفت وير وتتأكد ان التحديث رقم 4.0.0. فلو السوفت وير اقل من كده فلازم تعمل له تحديث. فهتروح على ابديت سيستم سوفت وير تعمل تحديث، وفي ده هيكون جاهز بالتحديث الجديد، بس لازم تتأكد ان البطارية 50% او اكتر قبل ما تبدأ التحديث. بعد كده نرجع لقائمة سيتنجز
وهنلاقي ايقونة جديدة ظهرت مكتوب عليها كلاود ستريمينجز بيتا. طبعا الكلام ده بعد ما تكون دخلت بيانات حسابك الامريكي. هتدوس عليها وهيظهر لك خيار كلاود ستريمينجز بيتا، هتفعله بالشكل ده. بعدين ترجع للقائمة الرئيسية بالضغط على الزرار ده، فهتلاقي ظهر لك خيارين: انك تلعب عن طريق الجهاز بتاعك، او تختار انك تلعب على ستريم فروم ذا جيم كاتالوج، وده اللي احنا عايزينه. فهتدوس عليها بالشكل ده، وفي ثواني هتلاقي نفسك قدام مكتبة ضخمة من اجمل الالعاب. فالميزة الجديدة دي فتحت الباب قدام ناس كتير لأول مرة للدخول في عالم ألعاب بلاي ستيشن حصرية: جوست اوف سوشيما وانشارتد، سبايدر مان مايلز مورالز. أما لو كنت بالفعل عندك جهاز بلاي ستيشن، فالأخبار الحلوة هي إن ملفات الحفظ وبياناتك والجوائز بتاعتك هتكون متزامنة تلقائيا مع خدمة الكلاود ستريمينج، وهنلاقي زي ما انت شايف ألعاب تناسب جميع الأذواق والأعمار. وهي حاليا بيتا، بس هتكون في تحديث وتزايد مستمر. ولكن عشان تلعب الألعاب دي وتستفيد من الخدمة السحابية، فلازم تشترك في خدمة بلاي ستيشن بلس بريميوم، واللي بتكلف حوالي $160 في السنة. ممكن تشترك في الخدمة دي بشكل شهري أو كل 3 شهور أو كل سنة. بس لو مش ناوي تلعب كل يوم، فممكن تكتفي بالاشتراك الشهري وتفعله وقت ما تحب. وعشان تشترك في خدمة البريميوم، فلازم تشحن فاوتشر كود في المحفظة بتاعتك على الحساب الأمريكي بتاعك، وتأكد إن الفاوتشر بتدعم الحساب الأمريكي، وتدخل الكود. وبعدين هيظهر لك المبلغ في المحفظة، تقدر تشترك وتبدأ تلعب براحتك طالما في إنترنت متوصل بالجهاز، من غير ما تحتاج إنك توصل جهاز بلاي ستيشن 5 زي الأول. ودي بصراحة خطوة ممتازة، رفعت من قيمة الجهاز ورجعته للمبيعات مرة تانية بعد ما كان ملوش لازمة بالنسبة لبعض الناس. فبعد ما تعمل التحديث وتسجل دخول على حسابك الأمريكي، فهتلاحظ إعدادات جديدة ظهرت في الجهاز. تقدر توصل لمكتبة ألعاب بلاي ستيشن الضخمة وتلعبها من أي مكان في العالم طالما عندك اتصال بالإنترنت. الميزة دي تعتبر نقلة نوعية، لأنها كمان بتحل مشكلة إن جهاز بلاي ستيشن ممكن يكون مطفي أو في وضع سليب مود، ومش هتضطر تشغله وتطفيه يدويا عشان تقدر تستخدم البورتال. فلو كنت بتفكر تشتري بلاي ستيشن بورتال واللي سعره حاليا حوالي 950 ريال، فلازم تشوف الأول مكتبة الألعاب واللي فيها أكتر من 200 لعبة. وبالمناسبة العدد هيزيد مع الوقت، وتقارن بين تكلفة شراء الجهاز وشراء الألعاب، وقارن بين تكلفة شراء الألعاب دي بشكل فردي وسعر الاشتراك الشهري. وقتها تقدر تحدد السعر ده مناسب ليك ولا لا. في المستقبل ممكن شركة سوني تضيف خدمة جديدة اسمها سوني بيكتشرز كور للبورتال. ده هيخليك تقدر تشاهد أفلام سوني بجودة عالية أعلى من ديزني بلس ونتفليكس وأمازون. دي لسه مش مؤكدة، ولكن لو حصلت هتكون إضافة كبيرة للجهاز. لازم تعرف إن الجهاز محتاج اتصال دائم بالإنترنت، ومش هيشتغل لو مفيش شبكة إنترنت قوية. لكن لو عندك واي فاي عن طريق بيانات الموبايل في كل مكان تروحه، فده هيخليك تستفيد منه لأقصى درجة. دلوقتي بلاي ستيشن بورتال بقى خيار قوي لأي حد عايز يلعب ألعاب على جهاز محمول، سواء كنت مستخدم جديد أو عندك بيس 5. فالتحديث الجديد خلاه جهاز يستحق التجربة. ولو انت مهتم، جرب التحديث الجديد واستمتع بالمكتبة الضخمة من بلاي ستيشن. ولو عجبك الفيديو وعايز تكتشف كل جديد عن جهاز بلاي ستيشن بورتال والتحديثات المذهلة، ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة، واكتب لنا في التعليقات ايه اكتر لعبة متحمس تلعبها على جهاز بلاي ستيشن بورتال بعد التحديث الجديد. ما تنساش تشارك الفيديو مع اصحابك اللي بيفكروا يشتروا جهاز البلاي ستيشن بورتال.